يعني ايه ما تعرفهمش؟ عايز تفهمني المعركه الكبيره دي كلها حصلت بالصدفه؟ انا قلت لك الحقيقه يا بيه. الناس دول اتعركوا معايا من غير سبب ولا سابق معرفه. فجاه الدنيا زاطت والحكايه كبرت، معرفش ليه. طلعت والكلام يدخل العقل. انا بقول الحق يا بيه. انا لقيت نفسي وسط ناس بيضربوني ويضربوا غيري. حاولت اخلص نفسي من العركه، جاتني كام ضرب. كل اللي شافوا الخناقه قالوا انك كنت ناوي تخلص على عطا وداخل قصاده ومش همك اي حاجه تحصل لك. عطا مين يا بيه؟ عطا المصاب اللي في الاوضه اللي جنبك. هو اللي قال لسعادتك اني كنت ناوي اخلص عليه. انا لسه ما حققتش معاه. انا قلت اللي عندي يا بيه. الناس دول اتشكلوا معايا على حاجه هايفه. الحكايه كبرت ودخل فيها بياعين ما عرفهمش، والحمد لله عدت على خير. كل اللي حصل لك ده وتقول لي عدت على خير؟ مين اللي حرق لك الكشك يا طلعت؟ الله اعلم يا باشا. انا مش عايز اظلم حد. طب اسمعني كويس، انا عايز مصلحتك. اصل الحكايه دي ممكن توسع، ممكن تتحبسوا بسببها، واحتمال النيابه تعديها. الخلاصه انك مش هتعرف ترجع تشتغل في السوق تاني زي الاول. ربنا يحلها من عنده. ربك ما بينساش حد. شفت بقى؟ لو كنت فكرت واشتغلت معانا كنا هنعرف ازاي نحميك. عموما فكر تاني وانا هعرف ازاي ارجعك السوق واخليك تاخد وضعك من جديد. وماله؟ نفكر يا بيه، العقل يتشاور. لازم الواحد يكون له ظهر، ضرب يحصل له حاجه. مفيش اقوى من الحكومه ظهر. فكر. غريبة حكاية أختك دي، يكونش حد قال لها كلمة كده ولا كده. كلمة ايه يا راجل؟ ما تفهمني، لو تعرف اخبار جديدة عن جوزها قول. ما قلت لك مستنيين الحكومة تعتر فيه. وانتوا برضك بتستنوا الحكومة؟ وبعدين معاكي، ما قلنا مش هنفتح الموضوع ده تاني. احنا مستنيين الحكومة هي اللي هتقول حي ولا ميت. يا ما قلت لهم اسرعوا وجيبوا حتة عيل، كان زمانه هون عليه واتلهت فيه. عندك حق، العيال بيدوا طعم تاني للدنيا. يعني الواحدة ممكن تستغنى بعيالها عن الخلق كلهم. عيال هي؟ انت بتسمي بناتك دول عيال؟ تغور البقرة اللي تحلب على قرد. مالهم بناتك يا راجل؟ مال وجمال وتعليم زين، ده انت حقك تتباهى بيهم في كل مكان. قلت لك عايز واد، واد ان شاء الله يكون عفش وملوش في التعليم خالص. تاني يا بدير؟ ما قلت لك ما تفتحش الحكاية دي تاني، ونصيبنا هيجيلنا في ميعاده. على الله يكونش بطنك هي اللي ولفت على خليفة البنات. روح اتجوز عليا يا بدير، روح دور لك على البطن اللي تجيب لك الواد، ولا تحب ادور لك انا؟ هتقولي ايه يا ملكومة؟ اوعي تكوني زعلتي، ده انا ما بشوفش في حريم الدنيا غيرك انت يا تهاني. ده بس كلام ود عم حديد تضحك بيها على عجلي. عجلك تخين وما بتفهميش زين. انا ما اقدرش اتجوز عليك يا تهاني حتى لو سقيتيني السم بايديكي. ان كان ده اللي هيريحك اعملها، وما تخافش من ابوي. حكيم هو عجله ما بيشتش غير لما يعرف ان فاطمه جرى لها حاجه، انما احنا يا عيني علينا طول عمره بيعاملها كانها هي الملكه واحنا الجواري. انا ماليش صالح بابوكي ولا بغيره، مش عايز منك الحديث الماسخ دي. ده انت اللي يا بت، يا سلام، ده انت الشاهد وانت العسل الابيض. يلا هات النوم عشان اصحى الصبح بدري. يلا يلا يا حبيبتي. مالك بص على قرد؟